السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنعمل أحلى وأجمل إن شاء الله تورتة بطاطا جميلة جدا وشكلها تحفة وطعم و... يعني فيتامينات ومكسرات وحاجات زي العسل. طيب أنا هنا عندي كيلو من البطاطا، أحطه على النار وأحط معاه كوباية مية بس، وأحط معاه نص كوباية سكر، يعني السكر ده حسب الرغبة أصلا، واحطهم واغطيهم على نار هاديه خالص خالص خالص. ولما بيستووا زي ما انتوا شايفين انا بهرسهم باي شوكه عندي، باي هراسه بهرسهم. تمام. بضيف عليهم بقى ايه؟ بحط عليهم زبده زي ما انتوا شايفين. طبعا دي زبده يعني صحيه جدا وبلدي، شايفين. وهنا بحط عن كوب من الحليب. تمام. وبهرسهم كلهم كده مع بعض، بديهم هرسه حلوه سخنه جدا، وهي وسخنه. ما تحطيش الا الزبده هي وبارده عشان مش هتسيح، لا حطيها هي وسخنه عشان خاطر تاخد وتدي كده مع بعضها. تمام، لغايه لما تستوي خالص. طيب بعد ما هرسها اعمل ايه؟ هجيب سوداني اهو مجروش، انا جرشاه كويس، وهحطه بردك عليها. ده بيديها طعم حلو قوي، بيديها يعني ريحه وطعم حلو وجرشه حلوه تحفه. بجد بجد لو تعمليها وتقدميها لضيوفك حاجة مشرفة جدا وسهلة، مش مكلفة خالص، وكلها امكانياتها من البيت وزي العسل. طيب انا هنا بعد ما خلصت جبت الصاج بتاعي ودهنته، وهنزل عليه البطاطا ان شاء الله بتاعتي. تمام. هفردها كويس في الصاج بتاعي، واعملها كأنها كده ايه، يعني تورتايه حلوة او صاج جاتوه اللي تحبوه، اي حاجة حلوة جدا. وهدخلها الفرن واطلعها ان شاء الله. وده الشكل النهائي معايا بتاعتي بعد ما دخلتها الفرن وخدت لون حلو وشكلها تحفة. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وده الشكل النهائي بتاع الطبق بتاعي، ده طبق التقديم بتاعي. اشكركم جدا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله.